هل يقبل صيام من مارس العادة السرية في رمضان في نهاره أو ليله؟ وماذا يفعل الشخص الذي ارتكب هذا الفعل؟ وهل هناك كفارة له؟ كل هذه الأسئلة سنجاوب عنها في هذا الفيديو. لذا إذا أردت أن تعرف الأجوبة قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة من الزر الأحمر تحت وتابع الفيديو إلى الأخير لتعرف كل الأجوبة. ولنبدأ الآن على بركة الله. أولا، الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره. الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر وهو عدوان. ثانيا، فيه مضار كبيرة مع كونه مخالفا للشرع، فقد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضار كبيرة على المستمني. ثالثا، على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين، فعليه القضاء أي قضاء اليوم. والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه. أما عن بطلان الصيام بذلك الفعل من عدمه، فالجواب: إذا خرج مني فقد فسد صوم هذا اليوم ويلزمك صوم يوم مكانه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يستطع الزواج أن يصوم، ولم يقل من لم يستطع فليخرج معه بأي وسيلة، ولو كان ذلك جائزا ما عدل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، لأن الصوم أشق من الاستمناء. فعلى كل حال الاستمناء محرم سواء في رمضان أو في غيره، وإذا وقع والإنسان صائم فسد صومه إن أنزل، وإذا كان في رمضان وجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. وهنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. وقبل الخروج لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة مثل هذه، وتابعوا فيديوهاتنا السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.